يا صباح الفل. انسي بقى اي طريقة عملتها قبل كده للكوسة وتعالي شوف الطريقة دي هتاكلي صوابعك وراها. هنسمي الله ونصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعة للصفحة. وما تنسيش تقوليلي بتتابع الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وبيسعدني جدا وانا برد على كل كومنتاتكم. هنا معايا كيلو من الكوسة، قطعته كده زي ما انتوا شايفين اللي هو ايه بالورب كده عشان يبقى يديني ايه الطرنشات اللي شكلها حلو وتحفة دي. تمام. انا الكوسة بتاعتي صبحة جميلة جدا لسه جاية من الارض. تمام كده. قطعتها بالشكل ده وركنتها، كنت طبعا غسلها قبل ما اشتغل فيها، وقطعت كده قرن فلفل اخضر. عايزين تحطوه سبايسي مفيش مشكلة. حطيت كده نصه على الكوسة بعد ما قطعتها، وحطيت معلقتين كبار كده من الثوم المفروم. وكمان هضيف التوابل بتاعتي على الكوسة نفسها، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. وهقلب كل الكلام ده كله مع بعضه، وهحط كمان شوية بابريكا، بس مش هحطهم دلوقتي، يعني انا نسيت احطهم دلوقتي بس هحطهم بعد كده. تمام. هدعك بقى كل الكلام ده في بعضه كده في الكوسة، عايزاهم بقى ايه كله يندمج مع بعضه. وهنشوف احنا هنعمل مع بعض ايه دلوقتي. تعالوا بقى في قلب صينية اهيت، هرفعها كده على النار وهنزل فيها بمعلقتين من السمنة البلدي او اي سمنة او اي مادة دهنية موجودة عندك، وكمان شوية من بهاريز الفراخ. عاملة فراخ حلوة قوي على البوتاجاز، هنزل لكم طريقتها بكرة ان شاء الله. هي مش فراخ كاملة يعني، هي دبابيس فراخ مع اجنحة. ونزلت كده بالكوسة بتاعتي بالتوابل، وهقلبها بقى هديها تشويحة حلوة كده. شمي احلى ريحة بقى وانت بتقلبي كده وبتشوحي. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره يا جماعه بجد، ان شاء الله لما تجربوها وتدوقوا طعمها مش هتبطلوا تعملوها، ولادكم هيحبوها جدا كمان. هوسع حته كده في النص، وهروح جايه نازله ببصلايه كنت فرماها وحاطه عليها نفس التوابل اللي انا حطيتها في البدايه على الكوسه، اللي هي ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وشويه كمون صغيرين وبابريكا. تمام. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه كده لحد ما يندمج مع بعضه. وكنت هنا جبت كوبايتين من الشوربه دوبت فيهم معلقتين من الصلصه كده، ورحت جايه نازله بيهم على الكوسه. تمام. وهنزل كمان ببقيه الفلفل بتاعي الاخضر. في المرحله دي لو ما عندكيش فلفل اخضر حار ممكن تحطي شطه سوداني، او ممكن تحطي قطعه هريسه. هنا حطيت بقيه البهاريز اللي باقي كمان من الفراخ، بيخلي طعمها حلو قوي. بعد ما غليت بقى هغطيها اسيبها تستوي كده مع نفسها شويه. عايزه اقول لكم يعني ما خدتش ربع ساعه وكانت استوت. وبوريكم اهيت انا بظبط الحدق بتاعها هنا، لقيتها محتاجه شويه ملح، حطيت لها حبه ملح كمان. وهقلبها تقلبتين كده، وهروح جايه واخداها بقى خلاص بعد ما تستوي. هوريكم دلوقتي استوت قد ايه يعني. تحفه قوي وطعمها جميل وطريه كده وجوسي اهوت. اسيبها برضو يعني ايه تتشرب شويه من الصوص اللي فيها دوت. تمام. وبعد كده هروح جايه واخداها حطها في الفرن تعمل وش بس كده احمر، حاجه بسيطه. لو انت بقى عندك في المرحله دي لحمه مسلوقه تقدري تحطيها فيها وتدخلها الفرن، تبقى تحفه يا جماعه، طعمها خطير جدا جدا جدا. طبعا حبيت ان انا ازينها كده بشويه كزبره على الوش، وكنت عامله طبعا رز حبايه وحبايه، غرفنا كده مع بعض وكده نقدر نحطها اكله اقتصاديه. تمام. نقدمها كده اكله اقتصاديه. بس انا كنت عامله جنبها دبابيس فراخ، طبعا زي ما قلت لكم الوصفه بتاعت دبابيس الفراخ والاجنحه دي عاملاها على عين البوتاجاز مش في الفرن خالص. هنزلها لكم بكره ان شاء الله. استنوا الفيديو بتاعها بكره. وكده الاكله بتاعتي تبقى جاهزه كامله كل العناصر الغذائيه، وبألف هنا وشفا، ويا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش من اللايك والشير والمتابعه للصفحه والصلاه على